السلام عليكم. ليوث المياحي يحييكم. بعد استلام السيد درجال رئاسة اتحاد الكرة، ومنذ تولي الكادر الفني الأسباني مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول، بدأت جبهة المعارضة التي خسرت مقاعدها ومكتسباتها لشن حملات إعلامية هستيرية ضد هذين الرجلين. فالأول يحملوها وزر كل صغيرة وكبيرة تحدث في الوسط الكروي، بل تجاوز الحد في ذلك ونعتوه بصفات غير لائقة، واتهموه ونائبه الأول بالعمالة لدولة خليجية، ونصبوا له المشانق وطلبوا له الحكم بالإعدام. وطابور آخر كبير مهمته يهاجم فقط، مرورا بمقدمي بعض البرامج وانتهاء ببعض من يسمي نفسه محللا كرويا أو خبيرا فنيا. انتقدوا درجال عندما اجتهد وأبعد كاتانيتش وأتى بإدفوكات. انتقدوه لعدم تأهل العراق لنهائيات كأس العالم بعد أن استلم منتخبا محطما. انتقدوه وقد تبنى فلسفة ومنهجية واستراتيجية هي الأفضل والأصلح للكرة العراقية. انتقدوه لأنه استعان برابطة الليغا الأسبانية وهو ينوي إقامة دور المحترفين. انتقدوه لأنه بدأ يبحث بنفسه عن اللاعب العراقي المحترف وإقناعه للعب لصالح العراق، كما في قضية اللاعب أمين الدخيل. انتقدوه لأنه استعان بالمدرسة الأسبانية لصناعة منتخب عراقي واعد. انتقدوه لأنه صاحب كاريزما ولا يتأثر بالقيل والقال. انتقدوه لأنه تجرأ على تحديد هدفه القادم والعمل عليه بكل ما يستطيع من قوة، وهو الوصول إلى نهائيات كأس العالم 26. انتقدوه لأنه يمتلك شبكة من العلاقات القوية سواء من الداخل أو من الخارج. وأخيرا انتقدوه لأن الجماهير هتفت له وقالت عدنان أبو الغيرة. أما الثاني وأقصد به كاساس فنال ما نال من سهام الانتقاد، سواء حقق نتائج إيجابية أو مقبولة نوعا ما. فجبهة المعارضة هنا جلها من المدربين والمحللين والمعتزلين اللعب حديثا. انتقدوه وقد حصل على خليجي 25. انتقدوه لأنه بدأ بالبحث عن المواهب العراقية خارج البلاد. انتقدوه بعد أن أبعد العطلات من الحرس القديم. انتقدوه بعد أن وضع أول لبنة لبناء منتخب وطني محترم. انتقدوه لأنه يجرب من اللاعبين للبحث عن الأفضل. انتقدوه وهو يلاعب منتخبات كبيرة كروسيا وكولومبيا. انتقدوه وهو يلاعب منتخبات جنوب شرق آسيا. انتقدوه لأنه أبعد بعض المخضرمين. انتقدوه لأنه أعاد بعض المخضرمين. انتقدوه بعد أن حقق بطولة ملك تايلاند بأجواء غير مثالية وبتشكيل جديد. انتقدوه وهم لا يفهمون فلسفته ويجهلون نهاية هذا السيناريو. ماذا تريدون؟ أفهمونا، أعلمونا. أتريدون العودة للانتخابات القديمة؟ أتريدون العودة للاتحاد يجهل التخطيط ووضع الخطط والمناهج لتطوير الكرة العراقية من خلال دور المحترفين وقامة الدورات لرفع المستوى الفني للاعبين والمدربين والحكام كما يفعل الاتحاد الحالي؟ أتريدون العودة المحلي لتدريب منتخبنا الوطني؟ أتريدون العودة لاحتكار اللاعب المحلي تشكيلة المنتخبات الوطنية والهيمن عليها؟ أتريدون أن نصفق ونهلل لمن أذاق الكرة العراقية الهزائم تلو الهزائم ونثني عليه؟ أتريدون أن نرجع العهد للتزوير ونبارك خطواته؟ أتريدون العودة لمحاربة المواهب العراقية خارج البلاد المحترفين والمغتربين ونغلق ملفهم للأبد؟ أتريدون العودة لنظام الدوري البائس الذي يعجز عن تأهيل عدد من اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني؟ أتريدون أن تبقى الكرة العراقية تراوح في مكانها والرجوع إلى الوراء؟ أتريدون أن يمنحكم درجال الهبات والعطايا والمناصب ويأخذ لكم تعظيم سلام كلما التقى بكم؟ ماذا تريدون؟ فدرجال ليس مسؤولا عن ملف الخدمات ونقص المياه وأحداث كركوك، وليس مسؤولا عن البطالة وملف التعيينات، وليس مسؤولا عن موجة التصحر والجفاف في البلاد، وليس مسؤولا عن ملفات الفساد وسرقة القرن، وليس مسؤولا عن خراب مالطا وتدني المستوى الفكري والفني للكرة العراقية، وليس مسؤولا عن جهل المدرب المحلي لمفاهيم وفلسفة الكرة الحديثة، وليس مسؤولا عن ملفات التزوير، وليس مسؤولا عن انحطاط الجزء الأعظم من الإعلام العراقي، وليس مسؤولا عن ملف الحظر الكروي الذي حكته بامتياز أيادي عراقية من الداخل. ماذا تريدون؟
فكاساس ليس مسؤولا عن عدم تأهل الكرة العراقية لنهائيات كأس العالم منذ 37 عاما، وكاساس ليس مسؤولا عن أسلوب التشوت والشلاق التي تلعب به الفرق العراقية، وكاساس ليس مسؤولا عن تراجع مستوى اللاعب المحلي العراقي، وكاساس ليس مسؤولا عن عدم الاهتمام بدور الفئات العمرية، وكاساس ليس مسؤولا عن نضوب المواهب الكروية في الساحات العراقية، وكاساس ليس مسؤولا عن من يدق مسمارا بين المحلي والمحترف، وأخيرا كاساس ليس مسؤولا عن ثقافة اللاعب المنتخب المحلي، وليس مسؤولا عن خلقه وما يصدر عنه وما يتفوه به. إذن هذا درجال وهذا كاساس وهذه سيرتهما، فماذا تريدون ومتى تنتهون ومتى تهدؤون ولمصلحة من تتهجمون وإلى متى ستنتقدون؟ أفهمونا ماذا تريدون ومتى ستنتهون. أفهمونا ماذا تريدون ومتى ستنتهون. عندك تعليق اترك لي بالتعليقات أسفل الفيديو. لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. كان وياكم ليوث المياحي في أمان الله. قتل